من بين الحلويات اللي لازم تكون حاضرة في طاولة العيد صابلي المعجون. جبت لكم مقادير مضبوطة. القيس غير بالعلبة تاع المارغرين مع السر اللي يخلي المعجون ديالكم ما ينشفش وما يهبطش. السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. ما زلنا مواصلين مع حلويات عيد الفطر. اليوم جيت نطلع لكم بالحلوة اللي نحبوها احنا كامل جزائريين واللي لازم تكون حاضرة في طاولة العيد. صابلي المعجون كما قلت لكم جبتها لكم مقادير مضبوطة. ما تنساوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساوليش هذاك الجام لا فيديو مع البارطاج فضلا وليس أمرا. هنا في ان ريسيبيون عندي 250 غرام تاع المارغرين اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ بنفس العلبة. قصت كيلة ناقص صباع سكر ناعم وسكر سكر جلاس، يعني أكيد لازم نغربلوه. كيما راكم تشوفوا خياتي هاد الصابلي يجي بزاف هايل، يجي على حبة كيما شفتوا ما يتقلص يعني ما يتكمش ما يخسر الشكل تاعو ما والو. هنا كنت ضفت عليه حوالي نص مغرف كبيرة تاع لافاني مع رشة تاع الملح، ونخلط كامل هادوك المكونات. كيما راكم تشوفوا هنا تقدروا تستعملوا سباتول ولا فوي ولا يديكم، يعني على حسب واش عندكم. كما قلت لكم نخلط هنا كامل المكونات، من بعدك هنا بعد ما خلطهم نجي دوك نضيف البيض. الصابلي هذا كون درتو بلا زيت، يعني اني مشاركه معكم صابلي الكيله بالزيت، وهذا درتو معكم بلا زيت. كاين اللي ما يحبوش يعني الصابلي اللي فيه الزيت. على هذه جيت نطلع لكم بهاد الوصفه جديده تاع الصابلي. مام هاد الصابلي مليح بزاف سورتو اللي يخدموا لي كوموند، يعني كاين وين لا كليونت ما تحبش الصابلي اللي فيه الزيت. هاد الوصفه ناجحه 100%. هنا عندي حبه تاع البيض مع صفار بيضه، ونخلط نكمل نخلط كامل بالباتور كيما راكم تشوفوا. قلت لكم هاد الصابلي يجي بزاف هايل، يجي على حبة ما يتقلص ما يتغير الحجم تاعو ما والو. دوك نعطيكم كامل الاسرار تاعو. وكما قلت لكم في بداية لا فيديو السر اللي يخلي المعجون ديالكم ما ينشفش وما يهبطش كامل. كما شفتوا خياتي بعد ما كنت تخلط هذوك المكونات بنفس العلبة كنت ضفت كيلة تاع المايزينا. زدت عليك خلط المكونات التوعية، وهنا جيت نلم بالفارينة مع نص مغرف يعني حوالي 4 مغرف صغيرة خميرة تاع الحلوى. خميرة تاع الحلوى ما نكتروش. وهنا نبدا نلم في العجينة ديالي. هنا نلم فقط بالأصابع يعني ما نعجنوش العجينة تاع الصابلي. وهذا العجينة تاع الصابلي يعني توالم الجميع، يعني تحبوا ديروا صابلي بريستيج ولا تقدروا تستعملوا يعني هاد تخدموا بهاد العجينة. برك تضيفوا يعني كي تحبوا تضيفوا مكونات زيادة كيما الكاوكاو كيما حلوى التور كيما يعني كل وحدة على حسب واش الموجود عندها. هنا كامل نكمل العجينة ديالي تاع الصابلي كيما راكم تشوفوا خياتي. نقول لكم برك ما تنساوليش هذاك الجيم لا فيديو فضلا وليس امرا، خلوا لي جيم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. كانت هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها، نديرها في ان ساشي ونخليها تريح حوالي يعني اقل شيء 15 دقيقه. بعد ما ريحت لي 15 دقيقة عفوا، هنا نجيبو كيس بلاستيكي نفتح عليه العجينة كما تقدروا تفتحوها على بابي كويسون، يعني نتوما واش حبيتو. نفتح العجينة ديالي كما راكم تشوفوا خياتي بهذه الطريقة. قلت لكم هاد الوصفة ناجحة 100%. اللي مازال ما دارتش الصابلي للعيد نقول لك غير ديري هاد الوصفة، سورتو اللي ما يحبوش الصابلي اللي فيها الزيت. هنا نجو نطبعوا الحبيبه تاع الصابلي. هنا شوفوا نطبع ونرفد، لازم ما نزغدوش الطابع هكا باش ما يتغيرلناش الشكل تاعها. كيما شفتوا خياتي نديروا الطابع تاعنا في الفارينه ولا في المايزينا كيما تحبوا. انا استعملت الفارينه هكا باش ما يلصقش، ونطبعوا الحبه تاعنا ونرفدوا نحط الطابع ونرفد، ما نزغدوهش كامل ونرفد. يعني شوفوا الكيس بلاستيكي راح يساعد بزاف في الخدمه. نرفدو الحبيبات تاوعي تاع الصابلي. انا كنت درتهم في سنيوه اللي كنت درت لها بابي كويسون كيما تقدروا ترشوا الفارينه. وفي نفس الوقت راني شاعله الفور على 180 درجه نخليه يسخن وندخل الصابلي ديالي يطيب.
وكما شفتوا كي لميت العجينه ديالي هذيك اللي بقات ما نعجنوهاش، نلموها بهذيك الطريقه ونعاودوا نفتحوها. كي نفتحوها راح تسقم معانا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني خياتي. ماذا بيا نعطيكم كامل الاسرار هكا باش تنجح معاكم وتجيكم صابلي بزاف شابه. وهنايا جيت نطبع بالطابع اللي فيه هذاك الثقب في الوسط. انا كنت درت شكل مدور كيما شفتوا في بدايه الفيديو، درت تاني شكل هذاك الاوفال اللي يجي صغير، وانتم اي طابع عندكم اطبعوا به. وهنا نكمل نطبع كامل الحبات ديالي تاع الصابلي كيما قلت لكم، وندخلهم يطيبوا. نشعلهم من تحتها. شوفوا الطريقه اللي نلم بيها العجينه ديالي هذه تانيك. هاد الطريقة يعني بزاف مهمة. كما قلت لكم خياتي، هنا كنت بعد ما طيبت الصابلي ديالي كما راكم تشوفوا، انا كنت درت 250 غرام مارغرين، عطاتني 30 حبة، يعني 30 حبة متلاصقين. معناتها الا درتو 500 غرام مارغرين راح تعطيكم 60 حبة. هذا الصابلي قلت لكم ما فيهش الزيت، يعني غير المارغرين وحدها. شوفوا الحبات كيفاه طابوا. هنا كيما تحبوا من تحت حمروهم، ومن الفوق كيما تحبوا تحمروهم شويه، ولا تحبوا تخلوهم شويه بيوضه. انا كنت كاين حبيبات حمرتهم باش تشوفوا كيفاش يجوا، وكاين حبيبات خليتهم هكاك، يعني خليتهم شويه بيوضه باش تشوفوا كيفاش يجوا. وانتم لكم الاختيار. هنا نجي نحكم الحبيبه تاع الصابلي ديالي، ندير لهم شويه تاع المعجون. انا كنت استعملت عادي معجون تاع المشماش. كما راكم تشوفوا حبيباتي الطريقة هذه كامل تعرفوها. نكمل كامل نلصق الحبيبة تاع الصابلي تاوعي. ودوك تشوفوا هنايا بعد ما كملت لصقتهم كامل. ودوك تشوفوا خياتي السر اللي يخلي المعجون تاعكم كي نديروه في هذاك الثقب ما ينشفش وما يعني ما يهبط لكمش كامل. هنا نحكموا كمية من المعجون تاع المشماش، نديروه في كسرونه ونديرو هذاك المعجون فوق النار ونخلوه حتى يغلي. خلوه حتى يبدا يغلي. دوك تشوفوا خياتي معايا، شوفوا هنا راهو حاكم روحو، دوكي يبدا يطلق روحو بعدك يبدا يغلي. هنا لازم نخلوه لدرجه الغليان. هذا هو السر يعني اللي راح يخلي المعجون تاعكم ما يهبط لكمش كي ديروه في الحبه تاع الصابلي، يعني مام يطولوا ما راحش يهبط وما راحش ينشف كامل معاكم. كما راكم تشوفوا خياتي بهذه الطريقه نخلي المعجون ديالي قلت لكم حتى يغلي كامل. وهنا لكم الاختيار، اللي تحب تضيف له ملون، يعني انا كنت درت لاغوم تاع الفراز، واللي تحب تخليه كما هو، كل وحده كما تحب. انا كنت ضفت له شويه من لاغوم تاع الفراز وخلطته. وهنايا نجي نعمر هذاك الثقب في الوسط. صراحه انا فضلت اني الصابلي ديالي نخليه سامبل، يعني ما نديرلو خطوط شوكولا، ما نديرلو سكر غلاس. على بالنا في العيد راح يكونوا حلويات فيهم تسكر فيهم الشوكولا، لذلك فضلت اني نخليه سامبل، وانتوما كيما تحبوا. وكانت هذه هي خياتي الوصفة تاعي لنهار اليوم. صابلي المعجون محبوب الجماهير، ما كاش اللي ما يحبوش الصابلي ولازم يحضر في العيد. هذه هي الوصفة تاعي لنهار اليوم. شوفوا كيفاه جا على حبة، جا بسم الله ما شاء الله. انا نكمل نعمر كامل الحبيبات تاوعي، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. نقول لكم اذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي جيم لا فيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل جديد. ما تنسوش ديروا لي بارطاج للوصفه مع احباباتكم وصحاباتكم باش تكبر العائله تاعنا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. اتهلاو بزاف، روحتيكم صحه فطوركم والسلام.